عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي صابرين للوصفات المتنوعة. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة جديدة وفيديو جديد اللي أكثر من رائع. اللي فيديو هو مفيد بزاف لكم وحتى الأطفال ديالكم. طبعا اللي ما كياكلوش الخضر كنا كنعرفوا الأهمية الخضر بالنسبة للأطفال وحتى بالنسبة للكبار اللي ما كياكلوش الخضرة. وهذا الطبق هذا غادي يساعدكم بزاف خصوصا حنا الامهات كنقيلوا مشغولين على وليداتنا في الاخير ما كيبغيوش ياكلوا لنا الخضره، سواء القرعه او مثلا الجزر او الفلفل، يعني بزاف الخضر ما كياكلوهمش وكنحاولوا اننا ننوعوا لهم. وهذه هي افضل واحسن طريقه واسهل طريقه باش تجربوها. بسم الله على بركة الله. نبداو في المقادير. عندي 2 القرعات وعندي 2 الخيزوات او الجعدات وواحد البطاطا وفلفله خضراء، وهنايا عندي البصله الصغيره البلديه، وعندي قبيطه المعدنوس، وكأساس هو هذا الكرومب هذا اللي الاطفال نهائيا ما كيبغيوش ياكلوه. وطبعا هو مفيد بزاف وكنا كنعرفوا المنافع ديالو، وخصوصا في هذا الوقت هذا كيكون الوقت ديالو رخيص بزاف، الثمن ديالو رخيص وفي نفس الوقت مفيد بزاف. علاش ملي ما نستغلوش هذه الوصفه هذه ونحاولوا اننا نوكلوا لوليداتنا واحد الحاجه اللي هي مفيده بزاف بلا ما يعيقوا بها. هانتوما كتشوفوا انا قسمته في النص. طبعا بعد ما غسلته كنقيلو داك الجدر ديالو اللي كيكون داخل كيكون قاصح، ونبدا نقطع فيه بهذه الطريقه هذه. كيف ما تشوفوا الفيديو طبعا غادي يكون شرح نفسه طريقه سهله بزاف. غادي نحاول انني نقطعوا طريفات صغيورين، يعني نبشروا هيدا، يعني نخليها رقيق بزاف باش كيجينا سهل في الطياب. حيت انا غادي نبخرو، ما غاديش نطيبو في الماء، غادي نبخرو. خدت واحد الكميه وخليت واحد النويس حيت جات لي بزاف ملي كيتقشر كيرجع بزاف. بالنسبه للبطاطا غادي نقطعها طريفات صغيورين بحال شكل الطورتيه، حتى هي غادي نبخرها مع هذا الكرومب. نحاول نقطعهم مرصوات صغيورين بحال هذا الشكل هذا باش يدخلوا للطياب دغيا كيطيبوا بواحد السرعه وكيجيو فتيين بزاف. وان شاء الله غادي تشوفوا الفيديو وطريقه سهله بزاف. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر، خصوصا من ياكلوها وليداتكم وانتم فرحانين بهم وما كياكلوا هاد الخضره اللي في الحقيقه ما كيبغيوش ياكلوا لنا الخضر. وطبعا الصحه ديالهم كتبغي خضر متنوعه. وبهذه المناسبة كنشكر الناس اللي دخلوا جدادين وكنتمناهم يبقاو من المتتبعين الاوفياء، وحتى الناس القدام اللي ديما كيشاهدوني وكيشاهدوا الفيديوهات ديالي. كنشكركم بزاف. وطبعا الشكر الخاص للناس اللي كيسقسيو فيا وكيقولوا لي توحشناك، رجع للقناه ديالك. انا رجعت لكم وكنتمنى تدوم هاد المحبه اللي بيناتنا. بالنسبه للناس اللي كيشاهدوا الفيديو لاول مره كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. هذه كيف ما هي قناتي، قناتكم، بكم وبآرائكم كتزيدوا تحفزوني باش نزيد نعطيكم في قناتي، وهكذا تكبر العائله ديالنا الصغيره والكبيره ان شاء الله يا ربي الحبيب. كيف ما كتلاحظوا في الفيديو انا عملت ديك البطاطا قطعتها وعملت فوق منها هذاك الكرومب اللي فتته بهذه الطريقه هذه. زدت عليها واحد الرشه د الملح باش هكذا يجينا ما يجيناش يمسوس في مره. باقي غادي نزيدوا له شويه د الملح في الاخير مع التوابل، وغير باش ما يتبخرش يمسوس في مره. وكيف ما كتلاحظوا غادي نشبر طنجه الكسكاس نعمل فيها شويه د الماء اللي غيقدني باش تبخر لي هاد الخضيره هذه، وندوز نشوف الخضره ديالي
اللي بعد ما نقيتها وغسلتها. غادي نبدا اول حاجه بالبصله، غادي نحكها اولا نقطعها صغيره بزاف في واحد المقله. كنعتذر على الاضاءه، كيف ما كتلاحظوا عندي القيله كتضرب لي في التبصيل، على داكشي كيجي الضوء شويه قوي، على داكشي كنعتذر منكم. كنتمنى يكون الفيديو واضح. كيف ما كتشاهدوا انني قطعت البصله قطع صغيره وحكيت القرع والجعده، والفلفله قطعتها قطع صغيره. غادي نعمل البصله ديالي تشحر شويه، غير نخليها شويه ترجع اللون ذهبي، وعاد نزيد عليها الخضره. نعمل شويه زيت، غير شويه، تمام 3 المعالق كبارين اولا 4، غير باش نقلي فيها هذيك البصله، غير نشحرها شويه ويرجع لي اللون ذهبي، طبعا مع التحريك باش ما تحرقليش من الجوانب. ملي يرجع لي اللون ذهبي بهذا الشكل هذا، يعني كتكون ساحت شويه، ما كتبقاش قاصحه. غادي نضيف عليها الفلفله ونبقى غير شويه، مثلا 3 ثواني، غير شويه، غير نحركها شويه يدخل فيها غير السخانه، ومن بعد نضيف عليها ديك الخضره اللي عندي، حيت الخضره كتطلق الماء، وانا بغيت الفلفله تاخذ لي ديك الريحه اولا المذاق ديال البصله. تبارك الله كتجي لذيذه بزاف بزاف الا تبعتوا نفس الطريقه ونفس المقادير، راه كتجي غزاله وواعره، وحتى الاطفال ديالكم ما غادي يعيقوا حتى شي حاجه، ني خضره ني قراع ني جعده ني فلفل ني حتى شي حاجه. طبعا اللي كياكلوا كاملين تبارك الله عليه، واللي ما كياكلوش بهذه الطريقه هذه غادي يرجع ياكلهم وهو فرحان. كيف ما لاحظتوا انني عملت الخضره ديالي وحركتها شويه، غادي نغطيها ونخليها بالماء ديالها، هي اللي غتطلق الماء، ما غنزيد لا ني حتى شي حاجه، غير في الاخير غادي نزيد لها شويه التوابل، وان شاء الله غادي تجي طيبه وفتيه وغزاله كيف ما كتلاحظوا. ها هي طلقت الماء ديالها وتشحرت لي مزيان، غير بالتحريك وبوطه مهيله غادي تطيب لكم ودغيا كطيب. في هذا الاثناء زدت عليها شويه ديال الملح، طبعا الملح كيبقى على هاد البزار. انا كنبغي الخضره تبقى باللون ديالها والمذاق ديالها، ما نبغيش نضيف لها بزاف التوابل باش ما نتلفلاش المذاق ديالها، غير الملح لتثبيت الذوق والبزار راه كافي باش يتبلنا هاد الخضره هذه. نحركها باش تدخل فيها الاقامه ونغطيها باش تشحرنا مزيان، وبعد ما كتشحر لي كنطفي لها البوطه ونعريها باش تبردنا، وندوز نعدل لاصوص. وفي هذا الاثناء ما نساش نشاهد الطنجره ديالي الكسكس اللي عملت فيها ديك الخضره كطيب. كما كتلاحظوا الكرومب دغيا كيطيب، وحتى البطاطا عندهم نفس الطياب، يعني دغيا كيتفوروا بجوج بيهم. وبعد ما كيتفوروا لنا كيف ما كتشوفوا كنخويوهم في واحد الاناء اولا في واحد الطبسيل وهما سخونين. غادي نضيف عليهم الجبن اولا واحد لاباش كيري، جبن مثلث اي نوع متوفر عندكم، شويه الملح طبعا لتثبيت الذوق، اللي لا حسب الذوق، يعني ماشي ضروري تزيدوا الملح حتى عملنا شويه في الاول، وشويه الابزار. وفي هذه المرحله البنات ضروري تمعسوهم وهما سخونين كيف ما كتلاحظوا باش كيتمعسوا مزيان وما كيبقاوش واحد الكتل فيهم. كنزيد عليهم معلقه كبيره ديال النشا، وكنحاول انني نخلط الكل كيرجع لي فحال واحد العجين لين. نخليها على جنب وندوز الخضره اللي سبق لي شحرتها. كيف ما كتلاحظوا انني كنحاول نكورها كويورات صغيورين بحال طريقه الكفته بهذا الشكل هذا. تيقوني البنات كتجي لذيذه بزاف. وبعد ما كتكون شحرت لي لاصوص ديالي اللي عملت التوابل العاديه اللي كنعملو في الصلصه، يعني في مطيشه،
كنخليوهم وكنعملوا عليهم ديك الكويورات حتى يتشحرنا هذا الطبق هذا، وكنضيفوا له البوطه. يعني كتكون الصلصه طيبه وديك الخضيره عندنا طيبه، وكندوزو نشكلوا هذاك العجين او هذاك الخليط اللي عملنا من الكرومب والبطاطس اللي كنا معسناهم. غادي نحاول انني نقليهم في هذا القالب هذا على شكل كراسون. تقدروا تستعملوا اي قالب عندكم، يا دائري يا القالب اللي كيتواجد عندكم، او تقدروا تعملوهم كويرات وتضغطوهم شويه بحال بطاطا معجونه وتقليوهم. كيجيو مزيونين بزاف وما كيشربوش الزيت نهائيا، وكيجيو لذاذين ويستحيل شي واحد يعرفهم باللي معدلين من الكرومب والبطاطا. كنستمر في نفس الطريقه حتى نكمل كل شيء. الطبق ديالي كيكون كيتشحر ديال الصلصه والخضره، وهنا تقريبا عليه نكمل. كيف ما كتلاحظوا كيجي الشكل مزيون وشكل مبدل على شكل كراسون، والمذاق كيجي مختلف، كيجي لذيذ بزاف. انتم كتلاحظوا كنعمل القالب ديالي في المقله، ونحاول انني نعمل الكميه اللي غادي تكفاني، ونحاول نشكل هذاك الشكل بشكل القالب باش يعطيني شكل مزيون. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه هذه اللي غادي تنفعكم مع وليداتكم، وكيجي واحد الشكل مختلف تماما على اللي كنعملو دائما. يعني الخضره مطيبه ولا بطاطا معوسه يعني هكذا مقليه مدوره، يعني كيجي واحد الطبق مختلف تماما، واهم حاجه كيجي لذيذ. كنتمنى تشاهدوا الفيديو حتى الاخير، وكنشكركم بزاف حيت وصلتوا حتى لهذا المقطع هذا. واللي مازال ما عملش لايك انا كنفكركم نزلوا غير الصبيع ديالكم وعملوا لايك، واللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك ويضغط على الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي ان شاء الله يا ربي. وكنشكركم بزاف على المتابعه، وما تنساوش تخليوا لي واحد الكومونتير اللي مزيون بحالكم، كيزيد يحفزني وكيشجعني باش نستمر انني نكمل ونزيد في العطاء ديالي، ونشارك معكم الوصفات اللي كنعمل مع وليداتي والخراجات. هانتوما كيف ما كتلاحظوا الشكل ديالهم كيجي مزيون وساهل دغيا كيتحمروا. بالنسبه للصلصه ديالي ها هي كتشحرت وما كتشوفوا يعني تقريبا طابت. غادي نضيف عليها هذيك الكويرات ديال الخضره ونضيف لها البوطه حيت ديك الكويرات كيكونوا طايبين. اللي بغى يزيد لا الجبن محكوك من الفوق ويدخل الفران غير يتحمر ديك الجبن حتى هي كتجي غزاله بزاف. انا اكتفيت بهذا القدر هذا، بغيتها هكذا. واللي بغى يزيد لا كيف ما قلت لكم الجبن كيزيد يعطي لها واحد الجماليه، وكتدخل الفران كيتحمر كيجي شكل مزيون وكيزيد يعطي لها واحد اللذه. المهم كيف ما قلت لكم هاد الطبق كيجي لذيذ وسهل صراحه الله، كيجي سهل ومختلف على دائما. وفي النهايه الطبق ديالي كيجي على هاد الشكل هذا، كيجي مزيون بزاف مشحر وكيجي لذيذ والخضره ما كتبانش وكيجي الطعم ديالو مختلف. وبالنسبه لهذوك القلوبه اللي عدلتهم بالكرومب كيجيو لذاذين بزاف وشي حاجه مختلفه، وكيجيونا محمرين وما كيبانش نهائيا واش معدلين بالكرومب ولا بشي حاجه اخرى ولا بالبطاطا ولا بشي حاجه اخرى. يعني واحد الشكل مختلف، كيجيو مقرمشين ولذاذين. كنتمنى تجربوا الوصفه وتردوا عليا الخبر، تقولوا لي جاوكم مزيونين وعجبوكم، وبالصحه والراحه، والى فيديو قادم ان شاء الله.